مفيش حد عنده بالون دور اكتر من ميسي. بس لو قلت لك بقى ان البالون دور لو كانت عادله من الاول ما كانش هيبقى ميسي الوحيد اللي معاه 7 بالون دور. وانا هنا مش بتكلم عن رونالدو خالص على فكره. بس بما ان البالون دور قربت وميسي قرب ياخدها للمره الثامنه، افتكرت حاجه قريتها زمان، وهي ان اول 39 سنه من الجائزه دي كان مسموح بس للعيبه الاوروبيين ان هم يفوزوا بيها، وعشان كده عمر ما بيليه او مارادونا فازوا بالجائزه دي لانهم مش من اوروبا طبعا. في 2016 فرانس فوتبول عملت تقييم كلي كده علشان تشوف لو كانت الجائزة دي من الأول مسموحة لكل اللاعبين مش لعيبة أوروبا بس كان إيه اللي هيحصل. ولقوا إن النتيجة إن كانت 12 سنة من ال 39 سنة دول الجائزة دي هتروح لبيليه، مارادونا، ماريو كامبس، روماريو أو جارينشا. وقالوا كمان كل لاعب كان المفروض هيفوز بيها امتى. المفاجأة بقى ان بيليه كان المفروض هيفوز بالجائزة دي سنة 58 59 60 61 63 64 و70، يعني 7 مرات زيه زي ميسي.